بعد ما تتفرجي على الفيديو ده هتعرفي ان انت ضيعتي فلوسك في بيض ولبن وكمان زيت. اصل التتبيله ديت ما فيهاش ولا بيض ولا لبن ولا حتى زيت. هتعمليها كده ايه؟ عارفين الحاجات اللي هي السهله السريعه البسيطه؟ تابعوا معايا الفيديو للاخر، كل اللي بطلبه منكم دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل، ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. فرخه حلوه كده معاكي، يا ريت ما تبقاش كبيره، يعني قولوا مثلا كيلو 100 كيلو 200 بالكتير قوي. بتروحي تعملي لها مساج كده، اللي هو ايه، تقطمي الضلوع بتاعتها. انا عايزاها كلها تفكفك كده من بعضها، وتبتدي ان انت تفتحيها زي ما انا بعمل كده بالظبط. استخدمي المقص والسكينه عشان يساعدوكي في تفتيح الفرخه. خلي بالك ان انا لما فتحت الفرخه فتحتها من الصدر مش من الظهر. هتبتدي ان انت برضو تفضلي تشيلي كل العظم اللي فيها تخليه لين. انا مش عايزه العظم هنا يبقى لازق في اللحم، انا عايزاه يفصل عن اللحم وفي نفس الوقت يبقى موجود. السفينه دي كمان تقدري ان انت تتخلصي منها. في الوقت ده كمان بتبتدي ان انت تقطعيها بالسكينه بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان انا قبل ما ابتدي في الفرخه ديت عملت لها محلول اللي احنا متعودين عليه للطيور عموما، علشان ده بيفرق معاكم جدا جدا في الطعم. هتقطعوها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا دوت، تقطيع حلو جدا علشان لما نعمل لها التتبيله عايزه كل التتبيله تدخل فيها. تعالوا نروح للخطوه اللي بعد كده. بتجيبي شويه كده من البطاطس الحلوين، والبطاطس دي قبل ما بشتغل فيها ببقى غسلها كويس جدا، علشان انا النهارده ناويه اعملها بقشرها مش هقشرها، اعملها بطريقه حلوه كده لطيفه، وكمان هعمل لها تتبيله حلوه هتعجبك. في طبق عندك او بوله هتضيفي معلقه كبيره من الملح، عليها معلقتين كبار من الزيت ومعلقتين كبار من الثوم البودر، وكمان نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. هتقلبي كل البهارات دي مع بعضها، ويا سلام كمان لو عندك زعتر جاف ضيفيه هيبقى حلو قوي. وتروحي ضايفه كميه البطاطس كلها، وتبتدي ان انت تقلبيها وتخلطيها مع التوابل الحلوه دي. في الوقت دوت طبعا هنروح نحضر تتبيله الفراخ المميزه النهارده. تتبيلتنا النهارده مميزه. هتضيفي فلفل اسود وملح، وكمان معلقه صغيره من المرقه الفوريه. هتضيفي كمان معلقه كبيره من الكاري، وعليهم علبه من الزبادي. عايزه اقول لك كل البهارات اللي انا ضفتها دي معلقه كبيره، اما اللي جاي معانا دوت فهم 3 معالق كبار من بهارات الفراخ. تقدروا تشتروا بهارات الفراخ من السوبر ماركت او حتى من عند العطار. هتضيفي معلقتين كبار من الزيت، عليهم معلقتين كبار من دبس الفلفل. دبس الفلفل ده اللي كنا حضرناه قبل كده مع بعض، ولو عايزين الفيديو ده اكتبوا لي في الكومنتات وانا على طول ابعته لكم. قلبي كل المكونات دي مع بعض، وعايزه التتبيله هنا تبقى كتير، وهتضيفي عليهم كوبايه كبيره من الميه. هتستمري في التقليب لحد لما كل المكونات والتوابل اللي معايا دي تدوب خالص وتبقى معاكي بالشكل ده. هي خلصت على كده؟ لا، انت هتجيبي معلقتين كبار من الدقيق ومعلقتين كبار كمان من النشا، وتفضلي في الوقت ده تدوبي الدقيق والنشا مع التتبيله لحد لما يختفوا خالص، ويبقى القوام اللي معانا دلوقتي للخليط ده قوام سميك شويه. عارفين ليه؟ علشان لما اضيف الفرخه الحلوه بتاعتنا فيه، انا عايزه التتبيله دي تلزق جوه الفرخه، بمعنى اصح ان هي تختفي الفرخه بمعالمها خالص وما يبانش فيها الا التتبيله وبس. تفضلي تعملي لها مساج كده وتضيفي كل التتبيله فيها لحد لما تبقى معاكي بالشكل ده. كل ما سبتيها في التتبيله كل ما كانت افضل واحسن. تعالوا اقول لكم على طريقه رز حلو. وانا بلف في السوبر ماركت بلاقي الخلطه اللي انتوا شفتوها دي. بضيف الخلطه ديت في كوبايه ونص من الميه المغليه، عليهم معلقه كبيره من الزيت، وانزل عليهم بكوبايتين من الرز. قلبي الرز مع الخلطه وخليه يغلي شويه، او لما يتشرب كده من الميه تهدي عليه النار خالص وسويه تسويه الرز العادي. على فكره الخلطه دي في منها باللحمه وفي منها بالفراخ، تقدروا تشتروا اللي انتوا تحبوه. طيب الفرخه الحلوه ديت هنضيفها في ايه؟ هنضيفها في خلطه الكريسبي. خلطه الكريسبي دي انا بشتريها سايبه من عند العطار، بتبقى سعرها مناسب ليه. ببهرها بشويه توابل كده حلوين، منهم ايه؟ منهم الملح والفلفل الاسود وكمان الكركم، وعليهم كمان معلقتين كبار من الفيجيتار. الفيجيتار خلي بالكم انا برضو بشتريه سايب من عند العطار، وفي نوع كمان اسمه سبايسي بيبقى حلو جدا. هتجيبي بقى الفرخه الحلوه دي وتفضلي بقى تهريها كده وتدخليها وتضيفيها في الكريسبي والفيجيتار. طيب الكريسبي ده عشان ابقى صريحه معاكي، انا قبل ما استخدمه اديت له ضربه كده في الكبه بتاعتي عشان عايزاه يبقى ينعم معايا شويه. الفرخه بقت جاهزه ان هي تستوي. بتجيبي صينيه حلوه من اللي عندك دي، وتروحي ضايفه بقى كميه البطاطس اللي تبلناها، عليهم كوبايه من الميه، وتضيفي الشبكه الحلوه دي وعليها الفرخه بتاعتنا. رشه زيت من فوق الوش، وبتدخل الفرن مده لا تقل عن 60 دقيقه. بعد 60 دقيقه بتقفلي الفرن وتشغلي الشوايه عشان تاخد لون بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، وبتطلع مستويه 100%. نشوه. انا ما عنديش الصينيه دي اصلا ولا عندي الشبكه. هتعملي ايه؟
هتجيبي صينيه عاديه وتعملي لها 4 طبقات من الورق الفويل وتعملي له سكوب وتروحي ضايفه عليه الفرخه، هيستوي نفس الشكل اللي انت شفتيه معايا ده. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان فيديو النهارده مفيد بالنسبه لكم ما تنسوش تشجعوني بلايك كتير وشير كتير. بستنى دايما كومنتاتكم الحلوه اللي زيكم. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.